المؤمن الصالح يحرص كل الحرص على محبة الله، ويعلم أن الله ما اختار هذه المواسم إلا وهو يحبها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من 10 من ذي الحجة. ليس هناك أيام ولا ليالي العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. 10 وأي 10؟ 10 فضلها الله واختارها، وكما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. اختارها سبحانه فجعل فيها من الفضائل والنوائل ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فكل عبد يتقرب إلى الله في هذه العشر إيمانا بالله وتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته واتباعا لهديه، فإن الله سيبلغه الخير الكثير. في هذه العشر فضائل ونوائل جعل الله فيها يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من ذلك اليوم. يعتق الله فيه عباده وإماءه من ناره، يخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. أي عشر وأي فضل وأي ذخر وأي خير جعل الله فيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، لذلك اليوم الذي هو يوم من أيام الإسلام، وجعل الله فيه شعائر الحج العظام، ففيه يقضي الحجاج تفثهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق. يوم تراق فيه الدماء لفاطر الأرض والسماء: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح. هذه العشر جعل الله فيها مواسم الخير، ومن أعظمها الحج إلى بيته الحرام، فيكفيها شرفا وفضلا هذا التفضيل من رب العالمين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أمته ليشحذ الهمم إذا غابت شمس آخر يوم من ذي القعدة. ودخلت هذه العشر أن يشمر المؤمن عن ساعد الجد في طاعة الله ومحبة الله.